السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم مولانا وشفيعنا يوم الموقف العظيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اي حد دخل لي يا جماعة القناة او اي حد كتب لي كومنت او اي حد اشترك عندي جديد من الناس الجميلة اللي شرفتني ونورتني في القناة، انا بشكرها جدا وعلى راسي من فوق. اي حد دخل اشترك، اي حد دعا لابني دعوة حلوة سيد، ولكم بالمثل اضعاف. ربنا يخلي اولادكم ويخلي اولادي ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. بشكركم جدا يا جماعة. اهم حاجة تشاهدوا لي الفيديو للاخر وتشتركوا وتحطوا لي اللايك وتكتبوا لي الكومنت الجميل اللي والله بيسعدني. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هتعملي ايه يا نسمه النهارده؟ هعمل كشري مصري اصيل، مش هنجود فيه يا جماعه اي حاجه. انا ممكن اعمل كشري الحله لوحدي، بس انا عايزه اوريكي تفاصيل والجمال بتاعت الكشري بتاعنا الاصيل. انا معايا هنا عدس بجبه بلدي غسلاه وكنت نقعاه بقاله ساعه، ودلوقتي مولعه النار عليه بميه بس هسلقه. صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا حمص نقعاه برده بقاله ساعه وغسلاه زي الفل زي ما انت شايفاه كده، وهحطه على النار اسلقه من غير اي حاجه برده لسه. هوريكي برده ايه التفاصيل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. هنا معايا طاسه فيها زيت نضيف ما فيهاش اي حاجه، دي هعمل فيها ايه يا جماعه؟ دي هحمر فيها البصل. ومعايا هنا ميه فيها حوالي ربع كوبايه زيت، دي هسلق فيها المكرونه. صلي على الرسول يا جماعه، بسم الله توكلنا على الله. وهنا معايا شعريه، ولعي كله مره واحده عشان تخلصي وتطلعي من المطبخ قوي. وهنا معايا شعريه عليها زيت هحمرها، ونبدا بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم مولانا وشفيعنا يوم الموقف العظيم. انا هنا هتعملي ايه بقى دلوقتي يا نسمه؟ هحمر الشعريه واسخن ميه المكرونه لحد ما تغلي عشان اسقط فيها المكرونه، وهنا هستنى الزيت يسخن شويه بس مش كتير عشان ما يأكسدش، واحط فيه البصل الجوانح عشان يتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بالمنظر اللي انت شايفاه، وفرفطيه كده بايدك وايه وانت نازله بيه. فرفطيه كده بايدك زي ما انت شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحطي دقيق ولا تحطي نشا ولا تحطي اي حاجه، وهيبقى زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. واي حاجه هتعمليها يا ست الكل هتبقى زي الفل من ايدك. انا هنا خلاص هطلع البصل، انا بس برضو بديكي لقطات عشان يبقى عندك خلفيه معايا. والميه لسه بتسخن، وطفيت على الشعريه على بال ما اغسل الرز. خلي بالك لا تحطي دقيق ولا تحطي نشا، واهم حاجه تطلعيه على مصفى كده. انا قلت بس ايه بديكي لقطات عشان تبقي برضو فاهمه معايا كل حاجه. انا هنا خلاص هولع على الشعريه تاني بقى، غسلت الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. انا ولعت على الشعريه تاني اهي، انا حمرتها بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وده بصل يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم مولانا وشفيعنا يوم الموقف العظيم عليه افضل الصلاه والسلام يا رب العالمين. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا كده سقطت الرز. انا يا جماعه ما حطيتش اي حاجه على العدس، ما حطيتش اي حاجه على العدس وهو بيتسلق. العدس يا جماعه بميه بس، وطفيت عليه خلاص خد غلوه وطفيت عليه. طب ليه يا نسمه؟ انا هقول لك ليه دلوقتي حالا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. انا دلوقتي هملح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف برضو المكرونه. انا عملت مكرونه طويله وعملت مكرونه صغيره اللي احنا بنحمرها دي، هتشوفيها معايا ان شاء الله بعد ما نسلقها. وهنا معايا الحمص بيتسلق يا جماعه، ما حطيتش لسه عليه اي حاجه، بيتسلق بميه بس. هنا انا معايا مكعب ماجي وده اختياري، انت عايزه تحطيه يا حبيبه قلبي حطيه، مش عايزه تحطيه براحتك، واي حاجه من ايدك هتطلع زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم، اللهم امين، والف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوحه بس تسويحه بنت ناس كده. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. بسم الله. شايفه العدس اللي انا سلقته ده بميه بس، انا منضفاه وغسلاه ومخلياه زي الفل، وده عدس بلدي يا جماعه، انا ما بستخدمش المستورد. هحطه بميته هنا كده بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بميته ليه يا نسمه؟ بميته عشان الرز يديكي لون حلو هتشوفيه معايا في اخر الفيديو، وهتدعي لي من قلبك. انا يا جماعه طول عمري بعمله على كده، وبيطلع جميل وبيطلع زي الفل. هزود له بقى الميه المظبوطه وهسيبه لحد ما يغلي، وبعدين هروح طافي عليه. هنا بس هشوف المكرونه اهي تستوي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه عايز ميه تاني، اجيب له الميه المظبوطه بتاعته. واللي مش عارف يا جماعه يظبط الميه بتاعت الرز، يعني فوق الرز بعقله صباع واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش هزود قوي لاني انا عندي العدس هيشرب ميه في الرز. يعني ايه اسمه يشرب ميه؟ يعني عشان هو مسلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده خلاص هغطي عليه واسيبه لحد ما يغلي مع نفسه وبراحته. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا يا جماعه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا هنا بصلايه مقطعاها اتنين زي ما انت شايفه كده، ومعايا قطايه مقطعاها اتنين زي ما انت شايفه كده، ومعايا ورقتين لوري او ورقتين غار. انا دول هحطهم فين؟ انا دول هحطهم هنا على الحمص وهو بيتسلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. بيعمل ريحه وبيخليه ريحته جميله جدا. وبعد ما الحمص بيستوي انا بشيلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هشوف المكرونه اذا استوت ولا لسه. انا هنا قطعت بصلايه عشان اعمل بقى الطماطم، هحمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. وهنا معايا الحمص داخل في السوا خلاص. هقول لك هعمل فيه ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا هحمر البصله دي عشان اعمل بيها الطماطم. وهنا هنا المكرونه استوت زي ما انت شايفاها كده، وما شاء الله مفلفله وزي الفل. انا غسلتها يا جماعه. انا بغسل المكرونه لولا اختلاف الاراء لبرت السلع. انت مش عايزه تغسليها براحتك، انت حره. انا غسلتها وصفيتها وحطيتها في الحله زي ما انت شايفه، وهقول لك هعمل فيها ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه البصل ده؟ البصل ده اللي انا حمرت بيه الزيت. انا هعمل ايه بقى عشان طعم البصل؟ هحط منه شويه على المكرونه. ما بحطش عليها فلفل اسود ولا بحط عليها اي حاجه يا جماعه. البصل ده بيطعمها. اسفه معلش، البصل اللي في الزيت بيطعمها وبيديها ريحه حلوه جدا. لا تحطي فلفل اسود ولا تحطي اي حاجه على المكرونه، عشان لو باتت معاكي ما تطلعش ريحه. هي اللي هتبقى فيها ريحه البصل بتاع الكشري. وتقلبيها بالمنظر ده كده عشان كلها تتغلف بالزيت زي ما انت شايفه، كل واحده مخاص مختلف. بسم الله ما شاء الله عليها، مش قادره اوصف لك جمالها والله. بص المنظر بيتكلم يعني يا جماعه عن نفسه. بصي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا هنا البصله ابتدت تحمر معايا زي ما انت شايفاها كده، بس ما خدتش لون. هعمل ايه؟ هنزل بحته تومه صغيره. التوم انا مفرزاه، وبصي مش ماسك ولا اي حاجه زي الفل. هديها بس تشويحه كده معاها. عايزه تحطي توم حطي، مش عايزه تحطي براحتك. عايزه تعمليها ببصل بس اعمليها، بتوم بس اعمليها، اي حاجه من ايدك يا ست الكل هتبقى زي الفل. بس هي بصراحه ربنا بالثوم والبصل بتبقى طعمها جميل جدا. بس انا مش هحمرها طبعا لان الجو حر. هنا معايا انا الحمص زي الفل. هعمل ايه بقى فيه؟ حطي بقى معلقه الثوم دي فيه، ومش هتحتاجي تحطي دقه، تعملي دقه للكشري صدقيني. معلقه ثوم مفرومه او فص صحيح لو عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. مش قادره اوصف لكم يا جماعه والله ريحته من غير ما اتبل ولا اعمل اي حاجه لسه فيه. انا ما بزودلوش ميه يا جماعه لسه دلوقتي خالص. وهنا هي ابتدت تاخد لون معايا البصله. بسم الله. اغطي بس الحمص. انا حطيت الرز على العين اللي جوه ووطيت عليها لان انا مش محتاجاه دلوقتي اي حاجه خالص. انا هنا خلاص كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. انا هنا هحط معلقه صلصه. انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها يا ست الكل براحتك. اي حاجه من ايدك هتبقى زي الفل. وربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ان احنا بنحط الصلصه الاول. انا بحط الصلصه الاول يا جماعه عشان الصلصه المعلبه بيبقى فيها ريحه كده مش زي الصلصه بتاعتنا اللي احنا واخدين عليها اللي هي الفريش. فلازم بشوحها شويه كده دقيقه اتنين على حسب ريحتها ايه ما تطلع معايا. واول ما ريحتها تطلع معايا انا بطفي عليها. انا معايا صلصه اهي طماطم انا مفرزاها في الفريزر. حطيت كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طبعا ما الصلصه غليت يعني الغلوه المتينه، هعمل ايه دلوقتي؟ هحط كوبايه ميه عليها عشان تغلي براحتها. بس مش هعمل اي حاجه فيها تانية يا جماعه دلوقتي الا لما تغلي براحتها على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. انا كده خلاص حطيت لها الميه بتاعتها. انا هسيبها بقى براحتها بس يا سيد. انا هسيبها براحتها لحد ما تغلي. القوطه بتاعتي متسبكه ومستويه. انا بس هغلي عشان ريحه السلطه تروح من القوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي انا كده خلاص. اللهم بارك اللهم بارك. الصلصه غليت معايا اللهم بارك. انا معايا هنا واحده ماجي. انت مش عايزه تحطيها يا حبيبه قلبي براحتك ما تحطهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. انا هنا بقى هعمل ايه؟ انا هنا هملح. بسم الله توكلت على الله. خلاص كده الحمص معايا استوى وبقى زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا كمون. معايا هنا كمون. هحط كمون هنا في الحمص. بسم الله. وهحط كمون في الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزه تحطي على الصلصه معلقه خل ابيض حطي براحتك اللي انت عايزاه. بس هجيب واحده غيرها عشان دي فيديو تقريبا. بسم الله. بس كده. ومعايا هنا ال 16 بهار اللي انا قلت لك عليهم او السبع بهارات او اي حاجه موجوده عندك حطيها وهتبقى زي الفل. بس انا هحط حاجه بسيطه يا جماعه كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده، حاجه بسيطه قوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. معايا هنا بابريكا مدخنه، هحطها هي، بس انا هحطها عشان هي بتعزز اللون مش اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وللحمص هحط ايه على طرف المعلقه كده، برضو بيعزز اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا حطيت ايه يا جماعه؟ حطيت كمون وحطيت 7 بهارات وحطيت مطره فلفل اسود صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انا هطفي على الحمص خلاص يا جماعه كده. الحمص غلي وبقى معايا زي الفل. بس قبل ما اطفي على الحمص هقول لك هعمل فيه ايه دلوقتي. بس اقلب الصلصه عشان تاخد غلوه بالتوابل دي واطفي عليها. انا ملحت يا جماعه، حطيت ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلي بس شويه عليها تاخد غلوه. انا هنا الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معايا ليمونتين هعصرهم على اللهم صل على النبي على الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عشان ما اطولش عليكم يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ما اطولش عليكم، انا كده ايه هعصر الليمونتين على الحمص. انا كده خلاص طفيت على الصلصه يا جماعه وطفيت على الحمص. في حاجه بس بسيطه هنا اعملها. الرز بتاعي اهو زي الفل، كل واحده مخصمه اختها، مفيش واحده لازقه في اختها. فاكره البصل ده بتاع الزيت بتاع البصل مكمل معانا لسه. هعمل ايه بقى؟ انا خلاص كده ايه الرز مدخن، هحط شويه عليه عشان ياخد من ريحه ايه ان شاء الله البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. هعمل ايه بقى تاني؟ هروح مقلباه كله ببعضه عشان ياخد من طعم الايه، من طعم البصل اللي في الزيت. وبسم الله ما شاء الله، مش قادره اوصف لك الريحه والله وجمالها. اعمليه ان شاء الله وهيبقى بالهنا والشفا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، مش قادره اوصف لك ريحه الزيت عملت ايه في الرز. بصي الرز كل واحده مخصمه اختها يا جماعه. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، بيتكلم عن نفسه والله. بصي عامل ازاي الرز. اللهم بارك اللهم بارك. هنا بقى الصلصه انا طفيت عليها، والحمص انا هطفي عليه اهو. هعمل ايه بقى؟ هشيل كبشه كده صلصه زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده، وهحطها في الحمص. انا بعمل الحمص بتوم وبصلصه عشان انا اولادي بيشربوه كدقه. عندي ابني الواحد بس هو ايه اللي بيحبه، عشان كده انا بعمله له. انما بقيت اولادي لا بياكلوا شطه ولا بياكلوا دقه، عشان كده انا ما بعملهاش يا جماعه. فهي الشطه معروفه والصلصه معروفه بتتعمل ازاي، واي حاجه هتعمليها من ايدك هتبقى زي الفل. وبرده لو عايزه طريقه الدقه او طريقه الشطه قولي لي وانا اكتبها لك في الوصف تحت الفيديو ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك. بص البصل عامل ازاي. ولا تحطي، اسمعي الكلام والله اللي بقول لك عليه، ولا تحطي نشا ولا تحطي اي حاجه فيه خالص ولا دقيق ولا اي حاجه. بص المنظر والله، بص المنظر مكسر ازاي وجميل وزي الفل. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده يعني زي الفل. انا كان ممكن اعمل يا جماعه كشري الحله الواحده بس، هو بيبقى حلو وبيبقى جميل بصراحه عشان ما اكذبش عليكم، بس ما بيبقاش احسن حاجه يعني اما يبات. انما ده لو بات بتعرفي تسخني كل حاجه لوحدها. كل حاجه يعني مثلا فاض مكرونه بتعملي لها صلصه ثاني يوم وتعملي جنبها اي حاجه كده. صرفي نفسك ما تقفيش على حاجه. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. مش قادره اوصف لك بقى يعني ريحته عامله ازاي، مش قادره اوصف لك والله. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. زي ما انت شايفه معايا كده كل حاجه فيه مفلفله. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله عليه. مش قادره اوصف لك جماله والله ولا ريحته. نفسي اقول لكم اتفضلوا يا جماعه معايا، بس يعني اكيد هيجي يوم وتتفضلوا معايا. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. الحمص زي ما انت شايفاه جميل وزي الفل. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، بيتكلم عن نفسه والله. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. شايفه الجمال، شايفه الحلاوه. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اي حاجه يا جماعه من ايدك هتبقى حلوه او من ايدي هتبقى حلوه طول ما احنا بنصلي ونسمي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اجيب معلقه بقى عشان اوريكي الجمال. بسم الله اللهم بارك. بصي بسم الله ما شاء الله عليه عامل ازاي. الرز جميل ومفلفل وزي الفل، والبصل مقرمش وتحفه تحفه. انا مش قادره اوصف لك والله جماله، ومش قادره اوصف لك ريحته. بصي ولا منظره. بصي عامل ازاي. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واو رائع والله، جميل جدا جميل. اللهم صل على النبي. بص المنظر بيتكلم عن نفسه. اللهم صل على النبي. بص المكرونه عامله ازاي معايا، لو التصوير يعني مش واضح لك. كل واحده مخصمه اختها. شويه الزيت اللي بتحطيهم بتوع البصل دول بيودوا الاكل في حته ثانيه للامانه يعني. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. وهنا الرز معايا زي الفل بس عشان سخن زي ما انت شايفاه. بصي عامل ازاي مفرفط، كل واحده مخصمه الثانيه. انا بتمنى بقى يا جماعه اي حد يخش يشاهد لي الفيديو ويكتب لي كومنت جميل ويشترك عندي في القناه
عشان فعلا انا فاتحه القناه دي عشان خاطر ابن السيد. وبتمنى لو دخلت الفيديو وخدتي مني حتى لو معلومه صغيره تدعي لي دعوه حلوه بالشفاء العاجل، وتدعي لابني دعوه حلوه بالشفاء العاجل ولك بالمثل. الله يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويخلي اولادي ويخلي اولادكم ويفاديهم في طريقهم. اللهم امين يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.